السلام عليكم ورحمه الله. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا في هذا الفيديو. مرحبا بكم فيديو جديد على قناه كويزين تودا. في الفيديو ديال اليوم غنحضر معكم ماسك اكثر من رائع في تبييض الوجه، كيعطي واحد النضاره رائعه، كينقي الوجه، كيحيد البقع الداكنه وكيسد المسام. صراحه ماسك خطير خطير بزاف، غتجربوه غينال اعجابكم بزاف. الوصفه فيها 3 ديال المكونات. عندي الروز مطحون، طحنوه تيولي بودر. غندير معلقه صغيره كما كتشوفوا. غديروا القياس اللي غتستعملوه مره واحده، ما تكثروش باش ما يضيعش. وغنزيد ليه هنايا عندي العلك الصحراوي، ضفت عليه ماء الورد، دروا شويه ماء الورد باش يجيني جاري بحال هكا، حيت الا درت ليه غير كميه قليله غيجي عقد. صافي درت معلقه ديال الروز، غنخلطو بالخليط ديال العلك الصحراوي وماء الورد. غنضيف ليه تيولي القوام ديالو خفيف شويه، يكون شويه جاري. قبل ما تستعملوا الماسك غسلوا وجهكم باي غسول كتغسلوا به الوجه ولا صابون، وغتغسلوه بماء دافي باش هكا المسامات ديال وجهكم يتفتحوا، باش البشره تستافد من الماسك وتعطيكم نتيجه مضمونه. ونتيجه غتبان لكم من اول استعمال. غير جربوها البنات اللي عندها العلك الصحراوي، تجربوا ما تستغناش على هذا الماسك هذا، غيعطيك نتيجه رائعه. صراحه من اول استعمال استعملته بانت لي نتيجه رائعه، قلت نشاركه معكم تنتوما باش تستافدوا منه. صافي بعد ما خلطته هذا هو القوام ديالو. هذا الخليط ديال ماء الورد والعلكه غنديروه في الثلاجه ونخليه تنبغي نستعملوه مره اخرى، ما تيوقع ليه والو. غير الا جاكم شويه ثقيل زيدوا ليه ماء الورد. وبالنسبه للماسك غنخليه تقريبا واحد 10 دقائق ولا 15 دقيقه. هنايا كنوريكم الشكل ديال العلك الصحراوي. هذا بنات راه علك الصحراوي تيحيدوه من الشجره ديال الطلح. الى لقيت غنحط لكم الصوره ديالو هنايا. فاش حطيت لكم الوصفه ديال العلك الصحراوي شحال من بنت سولاتني هذا واش الصمغ العربي. هذا البنات ماشي الصمغ العربي، هذا العلك الصحراوي. بعد ما دازت 15 دقيقه غتشوفوا القوام ديال الماسك تبدل ولا كريمي، حيت بقى الروز تتشرب مزيان داك الخليط. قبل ما تستعملوا الماسك غتغسلوا وجهكم باي غسول تغسلوا به وجهكم ولا الصابون اللي كتغسلوا به وجهكم. غتشللوه بماء دافي بهكا باش المسامات ديال وجهكم يتفتحوا، ومباشره غتطبقوا الماسك بعد ما تغسلوا وجهكم وغتخليوه حتى يبان لكم راه بدا تينشف. غتبرموه بحال الا كتبرموا التبريمه في وجهكم كما كندير ليدي بحركات دائريه. من بعد غتغسلوا وجهكم بماء عادي، نشفوه وغترشوا عليه ماء الورد وخليو ماء الورد ينشف وجهكم. هذه هي الوصفه ديال اليوم. اتمنى تنال اعجابكم. ما تنساوش لايك للفيديو واشتراك في القناه. شكرا لكم على حسن المتابعه. الى فيديو اخر ان شاء الله.